السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. هنكمل مع بعض ان شاء الله النهاردة الفيديوهات بتاعة سلسلة نواعم العيد. عملنا مع بعض البيتي فور وعملنا الغريبة، وان شاء الله النهاردة زي ما حضراتكم شايفين هنعمل مع بعض الكحك. دايب جدا، حلو قوي ما شاء الله، التسويه مظبوطه، حجم الكحكايه حلو قوي. هنعمله كمان بالسمنه مش بالزبده، وهنعمله بالكوبايات والجرامات، بحيث ان اللي ما عندوش ميزان يقدر يعمله بالكوبايه تمام خالص. وهنعمل كمان النهارده كيلو، يعني حجم حلو لاي حد ان هو يقدر حتى يجرب فيه. لو انت عايز تعملي نص كيلو طبعا هتقسمي بقى المقادير اللي احنا هنقول عليها. زي ما قلت لكم هنعمل بالكوبايات وبالجرامات، وهنعمله كمان بالملبن وبحشوات، اللي هو حشوه الملبن بالمكسرات، يعني هنعمله كمان بالمكسرات. حجم الكحكايه حلو قوي، دايبه جدا ما شاء الله، تسويتها مظبوطه. هنقول مع بعض هنسويه ازاي في التسويه المظبوطه يطلع معاكي يعني من فوق زي العسل كده، لونه ذهبي وجميل، ومن تحت واخد اللون بتاعه الحلو قوي ما شاء الله. شايفين الكحكايه عامله ازاي؟ طريقته اسهل ما يكون، لو انت اول مره لسه هتعمليه والله العظيم هيطلع معاكي زي العسل. اهم حاجه طبعا لازم تمشي على الوصفه مظبوط والمقادير مظبوط. لو عندك ميزان هيبقى يا حبذا، لان طبعا الميزان بيطلع الحاجه معاكي A1 ما فيهاش ولا غلطه. ولكن برضو هنقول بالكوبايات، وهنشتغل بالكوبايه المعياريه، بحيث ان انت حتى لو ما عندكيش الكوبايه المعياريه هيبقى كوبايه واحده اللي هتقسمي بيها جميع المقادير بتاعتنا علشان خاطر تطلع مظبوطه معاكي. انا بتكلم بالراحه ومش هجري، عشان اللي بيقعد يقول انت بتجري في الفيديو اهو. هنقول بسم الله توكلنا على الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. واللهم ارحم امواتنا جميعا يا رب العالمين، وارحم والدي ووالدتي اللهم امين. بصوا بقى، انا اشتغلت بدقيق عادي جدا، مش دقيق كحك وبسكوت ولا حاجه، ده دقيق اسمه ست البيت، حلو قوي، والكيلو ب 22 جنيه، جميل مش وحش خالص يعني. لو انت عايزه تشتغلي بدقيق كحك وبسكوت هاتيه، هو دلوقتي الكيلو بوصل ل 35 جنيه. طبعا احنا بنعمل حاجات موفره، فمش عاوزين يعني ايه نكبر الموضوع معانا قوي ونصرف فلوس كتير. فالدقيق ده حلو جدا جدا، وهيشتغل معاكي زي الفل، وهيطلع معاكي نتيجه جامده قوي. احنا هنشتغل بكيلو دقيق بما يعادل 7 كوبايات. طبعا انا بعاير بالكوبايه المعياريه، هي اللي انا بعاير بيها كل حاجه. فانت لو عندكيش الكوبايه المعياريه عايري بكوبايه واحده، اللي هي كوبايه الشاي، تبقى معاكي في كل المقادير. هناخد كيلو من الدقيق، وهناخد 600 جرام من السمنه بما يعادل 3 اكواب، وهقول لكم هنعمل ايه في السمنه دلوقتي. وهناخد ربع كوبايه ميه دافيه عشان ندوب فيها الخميره، ربع كوبايه الميه الدافيه بما تعادل 54 جرام، والخميره بتاعتنا بما تعادل 7 جرام، اللي هي معلقه صغيره. وهناخد معلقه كوبايه ميه على لبن. الكوبايه دي ميه على لبن، نصها ميه ونصها لبن. وكمان هناخد 3 معالق من السمسم، و3 معالق من السكر، وربع معلقه صغيره من الملح. والازازه الصغننه اللي انتوا شايفينها في اول الفيديو دي انا هقول لكم دي اختراع بقى، دي اللي تخلي الكحك بتاعك يجيب اخر الشارع، وريحته تبقى مفحفحه، وكانك بالظبط يعني قاعده في الفرن بتاع الكحك، اللي هم يعني ايه فرن المصانع بقى، والريحه الجامده التحفه قوي دي. والحشو بتاعنا زي ما انتوا شايفين نص كيلو من الملبن، ومعاه شويه مكسرات. مش حابه تحطي مكسرات دي حاجه ترجع لك. والمعلقه اللي فوق الملبن دي معلقه سمنه بلدي، عشان هنعرف هنعمل بيها ايه دلوقتي. اولا السمنه اللي انا اشتغلت بيها دي سمنه بلدي على سمنه عاديه، نصها سمنه بلدي ونصها سمنه عاديه. انت عايزه تشتغلي بسمنه عاديه بس اشتغلي بسمنه عاديه بس، عايزه تشتغلي بسمنه بلدي بس اشتغلي بسمنه بلدي بس، دي حاجه ترجع لك. بس انا بحب اطعم دايما، بحب احط نص من دي على نص من دي عشان يدينا طعم احلى وريحه احلى كمان. طبعا السمنه احنا حطيناها في الحله، هنحطها على النار، احنا مش هنقدح السمنه خالص، احنا بس هنسخنها بحيث ان انا ايديا تبقى مستحملاها. ليه؟ عشان ريحه السمنه العاديه ما تبنديش جوه الكحك. دي نقطه السمنه. هنا بقى الخميره، لو انت مش واثقه في الخميره بتاعتك وعايزه تختبريها الاول، هتحطيها زي ما انا بعملها كده، وهتسيبيها فتره لحد ما تبدا تعلى معاكي. انا دوبتها بس كده في الميه الدافيه وغطيتها وسبتها على جنب لحد ما اجهز بقيه المكونات بتاعتي. لكن انا واثقه في الخميره، لان انا بستخدم الخميره دي على طول، وعارفه ان هي كويسه. هنجيب بقى الدقيق بتاعنا، وهننزل عليه بالسمسم والملح وباقي حبه السكر اللي فاضلين. هتديهم تقليبه كده وتسيبيهم على جنب لحد ما نشوف السمنه هنعمل فيها ايه. رحنا بقى نشوف السمنه دلوقتي على النار، لقيناها بدات تسخن معانا. طبعا انا عايرت السمنه الاول وهي سايحه يا جماعه، لازم تعايروا اي سمنه، ما تعايروهاش وهي متجمده، عايروا السمنه وهي سايحه، لان ده بيبقى ميزان وده بيبقى ميزان تاني خالص. هنا السمنه ساحت معايا، وايديا ان انا قادره امسكها اهو، يعني قادره ان انا استحمل درجه الحراره بتاعتها. طبعا هكون فاتحه بقى
فتحه في النص من الدقيق. ده ايه بقى الازازه الصغننه دي زي ما انا كنت كاتبه في المقادير دي؟ ريحه الموز. ريحه الموز دي هي اللي هتخلي الكحك بتاعك يجيب لاخر الشارع. بسم الله ما شاء الله. ده بقى كحك المحلات، كحك المصانع، كحك بصي دايب دوبان وريحته بسم الله الله اكبر ما شاء الله. هي دي بقى اللي بتدي الريحه الجامده للكحك العسل بتاعنا. طبعا احلى من المحلب بكتير جدا، واحلى من ريحه الكحك، واحلى من ريحه حاجات كتير احنا بنحطها في الكحك. يعني ريحه الموز دي هي الخلاصه بسم الله ما شاء الله. يعني ربنا يرحمك يا امي، كانت يعني بصراحه بتطلع الكحك ده. لا يعني ربنا يرحمها ويبارك في امهاتكم جميعا يا رب العالمين. هنديله بقى تقليبه بالاسباتيولا كده، وبعدين هنبدا بقى نعجن بايدينا. لازم طبعا المرحله دي عجن ايدين. انا ما اشتغلتش المره دي بالعجان عشان كان في ناس بتقول لي طب احنا ما عندناش عجان، هنبدا نعمل ازاي بالمضرب الكهرباء؟ اهو يا ستي انا اشتغلت اهو من غير العجان والدنيا ماشيه معانا زي الفل. انا مشكلتي بس ان انا دراعي تعبان والله، فطبعا العجان ده انا جايباه عشان كان يريحني كتير. بس يلا مش مشكله، مفيش حاجه تغلى عليكم. كل سنة وانتم طيبين، وربنا يا رب يتقبل منا رمضان بصيامه بصلاته بركوعه بالحسنات اللي بنعملها فيه، وربنا يتقبله منا يا رب اللهم امين، ويعود علينا الايام بخير يا رب، وعيد سعيد علينا جميعا يا رب العالمين. واللهم بلغنا رمضان الجاي يا رب لا فاقدين ولا مفقودين. اهم حاجة بقى في العجينة كلها المرحلة اللي انا بعملها دي مرحلة البس. لازم تبسي العجينة كويس جدا زي ما انت شفتيني كده، مش اقل من 3 دقايق، بحيث ان انت تدخلي كل المادة الدهنية اللي هي السمنه في ذرات الدقيق. مش اقل من 3 دقايق تبس العجينه ما بين كفوف ايديكي كده. دي اهم مرحله في مراحل العجن كلها. وبعدين بعد ما نبسها هننزل عليها بالخميره بتاعتنا، وهتقلبيها برضو تقلبتين. بصوا احنا مش بنحاول نعجن كتير، احنا بنلم العجينه مع بعض. هننزل بقى بكوبايه اللبن. شوفوا كوبايه اللبن دي كلها احنا هناخد كوبايه اللبن كلها يا اميره. ايوه هناخدها كلها، لان احنا عاملين المقادير بتاعتنا مظبوطه، وانا واثقه في المقادير بتاعتي وما بغيرهاش نهائي. بس انا الاول حطيت كده عشان خاطر العجينه ما تبقاش مبطبطه قوي معايا لحد ما المها وارجع احط بقيه الكوبايه تاني. مش هناخد بقى حبه ونسيب الباقيين ونقول لا، هناخد الكوبايه كلها. هنلم زي ما انتم شايفين العجينه بالطريقه دي. بصوا وانتم بتعجنوا يعني ايه، يعني خلوها تبصبص كده ما بين صوابعكم عشان تبقى مظبوطه معاكم. انا اسفه في كلمه تبصبص كده يعني، بس هو ده يعني العجن الصح. عجني بالطريقه دي، لمي كل العجين معاكي. اي حته فيها تحس انها لسه مبلوله كده يعني فيها اللبن بالميه ده، لميها على اختها كده وهاتيها من تحت، طلعيها فوق وطلعيها من فوق، نزليها تحت بحيث انها تتعجن كويس جدا معاكي. اهو بنلم العجين مع بعض. وطبعا زي ما انتم شايفين البوله اللي في ايدينا بدات تنضف من الجناب، ما عادش فيه دقيق اهو ما شاء الله. العجينه معانا ريحتها عايزه اقول لكم بسم الله ما شاء الله جميله والله العظيم، تحفه 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 اللهم بارك. وبقت لينه جدا وحلوه قوي معايا، وتشكيلها سهل ومش بتشقق ولا اي حاجه. مقاديرنا مظبوطه بالجرام وبالكوبايه. وانا كنت كاتباها لكم في الاول طبعا، اللي عاوزه ياخدها سكرين شوت ويتابع الفيديو للاخر. اللي وصل معايا لحد هنا بالله عليكم ما تنسوش اللايك. يعني انزلوا حطوا لايك وانتوا بتتفرجوا كده او ماشيين، حطوا لايك عشان يرفع معايا الفيديو. واللي لسه ما اشتركش في القناه يا ريت يعمل سبسكرايب عشان يوصلوا ان شاء الله كل جديد، ويفعل الجرس على الكل. هنغطيها بقى بفوطه كده ونسيبها في الجنب. احنا مش بنخمرها، بس بنحضر الحاجات اللي احنا هنعمل بيها اللي هي الحشوه بتاعه الملبن. هنحط بقى معلقه السمنه البلدي دي وعليها نقطتين بالظبط من ريحه الموز جوه الملبن بتاعنا، ونعجنه العجنه اللي انتوا شايفينها دي. وهننزل عليه بشويه المكسرات بتوعنا. حابه تحطي مكسرات انت حره، مش حابه خلاص ده يرجع لك. هتعجنيها كده وهتسلتيها بس من ايديكي. عايزه اقول لك ان هو بيلزق في الايدين شويه. ايدينا بتبقى سخنه واحنا بنعجنه. هقول لك هنعمل ايه. هنجيب بقى معلقه من الزيت ونحط عليها برضو معلقه سوري نقطتين من ريحه الموز كده، ونبدا يعني ايه نعك صوابعنا، بس صوابعنا زيت كده بحيث ان هو ما يلزقش قوي. ونبدا بقى نشكله قويرات بحيث ان هو يبقى جاهز معايا، ما ياخدش مني وقت بقى ويقعد يلزق في ايدي وانا بعمل العجينه بتاعه الكحكايه نفسها. انا خلصت هنا القويرات ما شاء الله، عملت معايا كميه حلوه. وبعد ما خلصت كمان العجينه اتبقى مني شويه، قلت هسيبهم ابقى اعمل بيهم نص كيلو كحك كمان ان شاء الله باذن الله. جيت بقى برضو مسكت العجينه بتاعه الكحك، ايه لازم تكون متغطيه عشان ما تنشفش منك. جهزتها قويرات كده زي ما انتم شايفين بحيث انها تبقى جاهزه معايا برضو ان انا اخد منها واشتغل على طول. عشان بقى المفروض ان احنا نقعد نفرش بقى كده ونقعد على ترابيزه بقى او حاجه. انا طبعا واقفه وانا بشتغل، فطبعا مش هينفع نقعد نحشي خالص واحنا واقفين. فلا بنجهز بقى كل حاجه، والمناقيش والحاجات اللي بننقش بيها وكل حاجه. دول حاجات المناقيش. طبعا البصمه كلنا عارفينها، وطبعا المنقاش ده يعني كحك بالنسبه اميره، يعني بالنسبه لي انا كاميره يعني امي ربنا يرحمها معوداني كحك يعني منقاش. هتعملي كحك لازم تنقشيه.
انا ما بحبش البصامه الحقيقه، يعني انا حتى دلوقتي عملت واحده بالبصامه ما طلعتش معايا حلوه خالص، والبتاع الاصفره دي يعني عايزه اقول لكم انها فاشله فشل ذريع، الحقيقه فاشله فشل ذريع جدا جدا جدا. شايفين بقى النقشه عامله ازاي؟ انا اتعلمت النقشه دي من وانا صغيره من امي ربنا يرحمها يا رب. كانت بتلمنا كده في رمضان وقبل الاعياد، ونقعد نعمل الكحك بقى والبسكوت. كانت ايام حلوه يا رب، اللهم بارك في ايامنا وبارك في امهاتنا يا رب العالمين. شفتوا بقى انا خدت الجزء بتاع العجينه وفتحته من النص كده. طبعا لازم تمسكي العجينه الاول بايديكي وكانك بتعجنيها كده تاني، وترجعي تلفيها في ايديكي يعني تدوريها كده زي ما انتم شايفين، وبعدين تفتحي فتحه في النص كده بصباعك وتحطي فيه الجزء بقى بتاع الملبن، وتلميها من فوق، وتنزلي بقى الجزء اللي احنا لميناه ده خليه في قاع ايديكي كده من تحت، وبعدين الجزء السليم يبقى من فوق، ونقشي بقى النقشه اللي انت حباها واللي انت عايزاه. عايز تعملي بالبصامه ده يرجع لك انت حره، لكن انا ككحك بقى لا، الكحك بالنسبه لي هي النقشه. حتى انا علمت بنتي كمان تنقش ازاي، قلت لها يلا بينا تعالي انا هخلي لك صاج لوحدك اقعدي نقشي فيه، عشان نشوف بقى نقشتك هتبقى حلوه ولا مش حلوه. ما شاء الله طبعا بتبقى فرحه. ولما علموا اولادكم وخصوصا البنات يا جماعه حببوهم في دخول المطبخ. الجيل اللي طالع ده بسم الله ما شاء الله، يعني على قد ما انا بقول لها يلا نعمل برضو بتبقى زهقيه، انا لسه هقف في المطبخ، انا لسه هعمل مش عارفه ايه. فانت لو علمتيها من صغرها هتطلع الى حد ما يعني قبل دخول المطبخ وقبل الوقوف فيه. شايفين النقشه بقى بتاعتنا بسم الله ما شاء الله؟ انا كنت خلصت كله وبقيت اعمل كده زي ما انتم شايفين، اجهز يعني الكحكايه بالملبن واسيبها في جنب، اعمل مجموعه وانقشهم وارجع اعمل مجموعه تانية بحيث ان انا اخلص بسرعه. وكمان كانت ريماس بتنقش معايا. انا ليه بقول ريماس وماسه؟ لان ان شاء الله ادعوا لنا، بس انا هي محتاجه تغير اسمها، يعني ما حدش يعرف ريماس دي، دايما نقول لها يا ماسه. فانا حاسه ان ماسه احلى شويه من ريماس، كل زمايلها بيقولهاش الا يا ماسه اصلا. فربنا ييسر لنا الامور، يعني ان شاء الله نقدر نظبط لها الاسم. بصوا بقى انا خلصت بقيه الكميه كلها اهي، ده كان اخر حاجه معايا وحطيتها في جنب، وبقيت اخدها ان انا انقش منها على طول. كان اخر صاج احنا بننقشه بعد ما عملنا الصينيه والصاج التاني. طبعا بقى مرحله التسويه هقول لكم عليها دلوقتي، ما تخافيش خالص خالص من مرحله التسويه. هنعمل ايه يا اميره؟ اولا لازم الفرن يكون سخن على اعلى درجه عندك، اعلى درجه اللي هي مثلا 180. هندخل الصاج في النص، الصاج هندخله في النص وهنشغل من تحت. طبعا العين مش بتبقى باينه، الحديده اللي فوق العين دي مغطياها، ما ينفعش الحديده تبقى منها يعني العين منها للنار كده غلط، لازم تكون متغطيه. وهنحطه في الشبكه اللي في النص، وهنشغل عليه الفرن زي ما انتم شايفين ان هو كان شغال قبل كده، يعني الفرن لازم يبقى سخن تمام. هيخش بقى الصاج على فرن سخن. اول 10 دقايق هتبدأي توطي النار من تحت. ليه هنوطي النار من تحت؟ عشان يبدأ الكحكايه تستوي معايا من جوه وتبقى زي الفل، ما تطلعش معايا معجنه او تطلع من بره محمره وناشفه من بره، اللي هي يعني ايه شكلها مستوي وهي اصلا لسه ما استوتش. لا طبعا هنحطها في الشبكه اللي في النص. اول 10 دقايق هنوطي النار خالص. اول ما توصل لتلت ساعه او هترفعي الكحكايه كده بالراحه لان بتبقى طريه جدا جدا جدا، ما تحاوليش تجرحيها. احمرت من تحت هنطفي من تحت ونشغل من فوق عشان خاطر تاخد اللون بتاعنا. ما دام احمرت من تحت بعد ما احنا وطينا النار، يبقى هي كده ما شاء الله استوت من جوه وبقت زي الفل. ساعتها بقى هنروح مولعين الشوايه من فوق ومهديين النار بتاعت الشوايه خالص، بحيث ان هي تحمر لي الكحكايه من فوق، وفي نفس الوقت لو كانت لسه محتاجه سوا تسويها زياده. بصوا بقى الكحكايه الصغننه خالص دي كانت اخر حاجه في العجين. ريماس اخذت لي انا اللي هنقشها، ما شاء الله كانت جميله جدا جدا، ما كنتش متوقعه انها ممكن تنقشها النقشه الحلوه دي وهي حجمها بالصغر ده. عملت معانا الصاجين دول والصينيه المدوره. طبعا انا دلوقتي مشغله الفرن، انا قلت اصور الحته دي لحد ما اشغل الفرن ويسخن، لان طبعا لازم يخش زي ما قلت لكم على فرن سخن، وقلت لكم مراحل التسويه عامله ازاي. ما تخافيش لو اول مره تعمليه والله هتنجحي فيه باذن الله، بس ايه اتجرئي. وان شاء الله يبقى معاكي زي الفل. شايفين بقى هنا كان استوى من تحت، اللون بتاعه اخده، وكمان شغلت الشوايه من فوق. شايفين اللون الذهبي بدأ ياخد اللون الذهبي معانا ازاي؟ لونه حلو قوي قوي. وبصوا بقى اللون بتاعه من تحت عامل ازاي، انا هوريه لكم دلوقتي. ساعتها انا كنت طافيه من تحت خالص ومشغله الشوايه. هتشوفوا دلوقتي الشوايه موطياها على حاجه، يعني حاجه بسيطه خالص عشان ما تحرقليش وش الكحكايه، وفي نفس الوقت تديله اللون الذهبي. وكل شويه اقلب الصينيه يمين وشمال كده اهو. شايفين انا موطيه الفرن خالص، ده فرن البوتاجاز بتاعي العادي، مش فرن كبير ولا حاجه.
والمروحه بتاعته كمان يعني عطلانه بقالها فتره، فانت هتسوي الحاجه جواه. شايفين الكحكه بتاعت الرماس بدات تنفش معايا وتكبر شويه. شايفين بقى الكحك لما كبر شويه في الفرن. اولا احنا بعدين ما بين كل كحكايه والتانيه المسافات ما شاء الله طالع معايا مش كبير، وسط بالظبط. يعني الكحكايه الواحده ما شاء الله حلوه جدا جدا، تنفعنا وتنفع الاولاد وما تتهدرش منها كتير. طبعا الكحك بيبقى اكتر حاجه بتتاكل مع البيتيفور يعني. ما شاء الله عمل معايا كميه حلوه. هقول لكم دلوقتي انا بعد ما خلصت بالسكر والكلام ده وانا بعينه بقى في العلبه بتاعته، وزنته ولقيته قد ايه. هنرص بقى في الاطباق بتاعتنا كده. طبعا زي ما قلنا مرحله التسويه سهله قوي زي ما انا شرحتها، وما تخافيش منها نهائي. اهم حاجه لازم تديله تسويته في النار. هياخد من تلت ساعه لتلت ساعه و5 دقايق، يعني من 20 دقيقه ل25 دقيقه جوه الفرن. من 20 دقيقة ل25 دقيقة جوه الفرن هيطلع معاكي زي الفل. الكحكاية دايبة ناعمة جدا طرية جدا من جوه، الملبن سايح معانا سايح ونايح كده، والمكسرات مدياها طعم تحفة. مش حابة تحطي مكسرات انت حرة، بس طبعا انا حابة ان المكسرات تبقى مجروشة لسبب انها ما تاخدش حجم جوه الكحكاية وفي نفس الوقت تدينا الطعم الحلو. شايفين بقى اللهم بارك الكحكاية حلوة قوي وصغيرة وجميلة كده وعسولة كأنك انت شارياها من بره. حاجة كده تحفة تحفة تحفة، هتشرفك بجد قدام بيتك وقدام نفسك قبل أي شيء وقدام الضيوف اللي هتجيلك. وطعمها عايزة أقول لكم إن هو ما شاء الله جميل والله العظيم، وريحتها جايبة آخر الشارع معاه. ريحة الموز اللي احنا حطيناها هي التركة الجامدة اللي في الكحك، اللي بتبقى بتاعة المصانع وبتاعة المحلات الغالية. أنا عاملة كحك إيطالي يا جماعة ولا إيه مش عارفة، والله ما شاء الله حاجة حلوة قوي. أنا بصراحة فخورة بنفسي في موضوع الكحك ده. ان شاء الله لما تجربيه هتحس ان هو كويس وحلو جدا. بس بالله عليك اللي وصل لحد هنا ما تنسيش اللايك لو سمحتي، والاشتراك في القناه لو انت لسه ما اشتركتيش، عشان ان شاء الله تبقي من المجموعه الحلوه بتاعتنا ومن اهلنا الحلوين. ومتشكره جدا للناس الجداد اللي دخلوا معانا في القناه. ان شاء الله تستفادوا باذن الله من كل حاجه بنعملها. بصوا بقى الكحكايه عامله ازاي، دايبه دوبان عسل يا جماعه والله العظيم ما شاء الله تحفه. انا مش بشكر فيها، بس لما تجربوا الطريقه دي وزي ما قلت لكم لو عندك ميزان هيبقى حلو جدا جدا وهيظبط معاكي كل حاجه. لو ما عندكيش ميزان عملنا بالكوبايه، بحيث برضو ان احنا ما فيش عندنا مشاكل في الناس اللي ما عندهاش ميزان. الكحكايه بتدوب دوبان ما شاء الله ومستويه جدا من جوه، تسويتها مظبوطه، لونها حلو قوي قوي. هوريكم بقى دلوقتي الملبن بتاعها عامل ازاي. على فكره الكحك كده كان برد ما كانش لسه سخن، عشان ما تقولوش الملبن سايح من جوه سخن، لا مش سخن خالص. شايفين بقى المكسرات من جواه، بندق بقى على عين جمل على لوز بقى. دلعوا نفسكم بقى يا جماعه، احنا داخلين على عيد بقى. كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله الفيديو يكون عجبكم. ولما تجربوا الطريقه بالله عليكم اكتبوا لي في الكومنتات ايه رايكم فيها، واستنونا في الفيديو الجاي باذن الله من نواعم العيد، هنعملها بافضل طريقه. انا مش فاكره لسه هنعمل الفيديو الجاي ايه، بس ان شاء الله نشوفكم في فيديو احسن وفيديو جديد، ومع السلامه.